هعمل معاكم النهاردة بقى صنف من أهم الأصناف اللي بتتحط على السفرة المصرية. هنعمل الجلاش باللحمة المفرومة، ده أهم صنف عندنا، يعني مناسبة، عزومة، تقضية، مش عاوزين نطبخ، عاوزين نعمل حاجة سهلة وبسيطة كده، بنعمله معشوق الجماهير، مفيش حد ما بيحبوش. وأعرفكم كمان إزاي يطلع مقرمش من بره وطري ومورق من جوه كده. هنعصج اول حاجه اللحمه المفرومه، هنحتاج من نص كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه، ننزلها على طاسه سخنه كده نديها صدمه، هي فيها دهون اوريدي هتنزل الدهون بتاعتها. بصلتين مفرومين فرم ناعم، البصل المفروم احلى من البصل المتقطع في الوصفه دي. تقلبوا بقى البصل كده مع اللحمه، معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره 7 بهارات، ممكن كمان نحط مكعب مرقه مش موجود او مش حابينه الغوه عادي، او استبدلوه ببهارات اللحمه. ونعصج بقى اللحمه كويس كده ما تبقاش فيها اي سوائل وتبقى محمره كده. وهنحتاج لفه جلاش، اللفه اللي انا مستخدماها دي 600 جرام. الجلاش هو عجينه الفلو، ده اللي بنعمل بيه البقلاوه والحاجات دي للناس اللي مش عارفين يعني ايه الجلاش. وهنجهز بقى خليط التوريق، 4 معالق من السمنه و4 معالق من الزبده، بنسيحهم على النار كده وما بنقدحهمش، بس بنسيحهم على النار. ممكن سمنه وزيت، زبده وزيت، سمنه بس اللي موجوده عندكم عشان ندهن بيها بين الطبقات ونورق بيها الجلاش. واستخدم بقى الصينيه المستطيله دي، المره دي هستخدم صينيه بايركس، طبعا ممكن تستخدموا صينيه ألمونيا، صينيه مدوره، اي حاجه عندكم. بظبطها كده على مقاس الجلاش، وبحط ورقتين، طبعا هنا بحط ورقه واتنيها، ده معناه ورقتين. وبعد كده بحط خليط اللحمه المفرومه في النص، واتاكدوا ان هو ما يوصلش للاطراف علشان ما يلسعش ولا يحرق ولا يعمل ريحه حروقه في الفرن. بعد كده نحط بقيه كميه الجلاش، طبعا احنا مقسمينه نصين، يعني نص تحت ونص فوق. من النص التاني برده نحط ونورق ما بينه، واخر ورقه بقى بنحطها كامله زي ما هي كده، ونظبطها من الاطراف عشان تبقى مش مفعكشه من فوق، يبقى شكلها حلو ومظبوط كده. نديها دهنه برده من خليط التوريق، انا بقطعه كده 3 في 4. ده الصينيه مستطيله، طبعا على حسب الصينيه اللي معاكم. بندخلها فرن سخن على درجه حراره 200 في نص الفرن على الشبكه، تورق كده وتحمر من فوق. على ما نجهز التشريبه اللي هنسقي بيها الجلاش، هنحتاج بيضتين، كوبايه وربع من الحليب، هننزل عليهم بقى برشه ملح ورشه فلفل اسود او فلفل ابيض، ورشه برده من ال7 بهارات او اي بهارات مشكله، ومعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر. اول ما ياخد لون من فوق كده نطلعه، وهو سخن ننزل عليه بالحليب او باللبن والبيض يتش فوقيه كده، لازم تسمعوا صوت كده. وخلي بالكم انا مستخدمه بايركس، بيتحمل الفرق ما بين درجات الحراره، يعني ساقع وسخن. انتوا ما تستخدموش البايركس اللي عندكم لو مش متاكدين، استخدموا صينيه عاديه. رجعته تاني بقى جوه الفرن، واول ما شرب التشريبه ونفخ ونفش كده، حطيت عليه رشه جبنه من فوق، ودي زياده او اضافه من عندي، احنا جلاش ما بنحطش عليه جبنه. بصوا بقى الجمال، هوريكم شكله من جوه. شايفين التوريقه؟ شايفين من جوه طري ازاي؟ ولا الفطير. ومن بره مقرمش، يعني من فوق مقرمش ومن تحت مقرمش، ومن جوه مورق وطري. الجبنه بالطري من فوق طبعا، لو عاوزينه مقرمش من فوق كمان ما تحطوش جبنه. جربوه وليه رايكم فيه.